السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديال الشيف مشكور. اليوم غنحضروا واحد الحريشات ديال الفران اللي غادي نديرو فيهم نسموهم بعصيرة الليمون. اللي غنحتاجو المقادير ديالهم: 400 غرام ديال السميده رقيقه، 100 غرام ديال الدقيق الفورس، واحد الكاس ديال عصيرة الليمون، كاس لاروب ديال الزيت، 100 غرام ديال سنيده، جوج خمارات، واحد كيس ديال الفاني، واحد البيضه، نص معلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نديرو السميده ديالنا في واحد الاناء، غنخلطوها مع الدقيق، نضيفو نص معلقه ديال الملحه، وغادي نضيفو عليهم كاس لاروب ديال الزيت. غادي نخلطو العناصر ديالنا مزيان، غادي نبسبسو تنتحصلو على واحد العجين مرمل كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد غادي نضيفو عليه بيضه، نخلطوها مع العجين ديالنا، نجمعو به العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا. العجين راه كيجي مرمل، باقي ما تجمعش. من بعد غادي نضيفو عليه الساشي ديال الفاني، نضيفو الساشي ديال الفاني، وغادي نضيفو 100 غرام ديال السنيده. غادي نخلطو العناصر حتى ندخلو السكر مع العجين ديالنا. غادي نضيفو جوج خمارات ديال الحلوى، غادي نخلطو جوج خمارات الحلوى مع الخليط ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، بالنسبه للسميده راه فيها 4 الكيسان ديال العنبه، وواحد الكاس ديال الدقيق الفورس. دابا غادي نديرو معلقه ديال خميره الخبز وكاس ديال عصير الليمون. هنا العجين ديالنا غادي نجمعوه، وغادي نخليوه يرتاح مده ديال 10 حتى 15 دقيقه باش تدخل معاه الخميره، ونرجعو باش نشكلوه كويرات. انا العجين ديالنا غنخليوه يرتاح مدة ديال 10 ديال الدقائق. من بعد ما العجين ديالنا ارتاح وتجانسوا العناصر ديالنا، كنجيبو شويه ديال السميده في واحد الطبسيل، وكنديرو كويرات وكندوزوهم في السميده، وكنحطوهم في الطاوه ديال الفران اللي درنا فيها واحد بابي كويسون باش ما يلصقوش لينا في الطاوه. ونبقاو على هاد النحو حتى نكملو العجين ديالنا. وغادي نسخنو الفران على 180 درجه، 180 درجه. بالنسبه اللي عندهم فران ديال الغاز غادي نشعلو من الفوق ومن التحت ونقصو عليه مزيان. الاهم هما يتشقوا من الفوق. ملي كملنا العجين ديالنا، دابا كما قلت لكم فران درتو على 180 درجه، غادي ندخلهم وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم. انا الحريشات ديالنا ملي طابو ها هما الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ونتلاقاو في الوصفات الجايين
ان شاء الله.